استحالة هتشتريه من بره تاني ابدا، هتاكليه طازه بطازه. الوصفه سهله علشان هشتغل في الخلاط، لا هعجن ولا هعمل اي حاجه بايدي خالص. شايفين يا جماعه؟ شايفين انا بعمل العيش ازاي؟ وارجع ارجعه تاني يرجع زي ما هو، ما تشققش، ما تقطعش. يلا اقولك على اسهل وصفه للعيش الصاج. عندي كوبايتين وربع دقيق جميع الاغراض، وانا نخلاه مرتين. معلقه صغيره من السكر، نص معلقه من الملح. هقلب دول مع بعض كويس. هنزل الدقيق في الخلاط. حطيت الدقيق في الخلاط. عندي كوبايتين ميه فتره مش بارده، وعندي معلقتين كبار من الزيت. هروح اضرب المحتويات دي في الخلاط ونيجي نشوف هنعمله مع بعض ازاي. ضربنا المحتويات كلها في الخلاط، ضربناها كويس جدا. هصفي الخليط علشان اضمن ان ما فيش فيه اي تكتلات. هنزل كل الخليط كده من المصفى، اضمن انه ناعم. بعد ما صفيت الخليط حسيت انه تقيل شويه، خد مني ربع كوبايه ميه اهو كده. انا ده القوام اللي انا محتاجاه. طاسه سخنه ونار متوسطه على العالي، اديتها مسحه خفيفه جدا جدا من الزيت اهو. اوزع الخليط كده على الطاسه. اول ما يبدا يشمع كده اقوم قلباه الناحيه التانيه. انا مجهزه جنبي فوطه مطبخ نظيفه، هطلع عليها الوحدات بتاعه العيش عشان يفضل محتفظ بطراوته. مجرد بس ما ياخد مني درجه كده حلوه في التسويه هقوم رافعه على طول اهو. بدأ ياخد يعمل فقاعات كده وتاخد لون ذهبي فاتح قوي. مش محتاجه اكتر من كده عشان تفضل اللقمه طريه معايا. بصوا بدأ يعمل فقاقيع ازاي وبدأ ياخد هوا، ده معناه انه استوى. هي دي درجه التسويه اللي انا محتاجاها اهو يا جماعه. شايفين اللون تحفه ازاي؟ الموضوع بسيط ازاي. اخلص الكميه كلها وارجع اقول لكم واوريكم الشكل النهائي ايه. سوينا العيش، طلع لنا 8 ترغفة، يعني الكوبايتين وربع طلعوا 8 ترغفة. شايفين العيش عامل ازاي؟ شايفين طري ازاي؟ يعني مش قادرة اقول لكم ريحته خطيرة قد ايه، بجد بجد تحفة. استحالة استحالة هتشتري العيش الصاج او كريب تاني من بره يا جماعة. وصفة كريب من غير بيض من غير لبن بالجمال والحلاوة دي مش مستاهل انك تعمليه وتشيليه في الفريزر. يعني ليه احطه في الفريزر وانا ممكن اعمله كل يوم، او ساعة وجبة الشاورما او وجبة الفلافل او اي وجبة محتاجة عيش سوري كده واعمله يوم بيومه. شايفين يا جماعة؟ شايفين انا بعمل العيش ازاي؟ وارجع ارجعه تاني يرجع زي ما هو، ما تشققش، ما تقطعش. الريحة تحفة، الطعم يجنن. ووجبه اقتصاديه او وصفه اقتصاديه جدا. ما حطيناش بيض اللي بقت الكرتونه بتاعته ب 115، ما حطيناش لبن، ميه ودقيق وملح وسكر بس. هتطلعي احلى نتيجه. اتمنى تكون الوصفه سهله، انا واثقه انك هتجربيها وهتنبهري بالنتيجه دي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا شير ولايك، وتابعوني على قناه اليوتيوب وصفحه الفيسبوك لشيف شيماء ممدوح. واشوفكم في وصفه جديده قريب ان شاء الله.